عمو تريبل اتش قدم لنا في 2024 واحدة من أسوأ الفترات في تاريخ ال WWE. اتش قدم لنا فترة بعنوان النيو خرا ايرا، وأيوه هي كده حرفيا. Welcome to a new era. بس أنا مش جاي النهاردة عشان أتكلم عن إدارة تريبل اتش، ممكن أتكلم عن فترة تريبل اتش في فيديو لوحده لو عايزين. أنا جاي النهاردة عشان أتكلم عن أفضل 5 مصارعين في 2024، فيعني من غير هري كتير نبدأ الفيديو. في المركز الخامس الترايبال تشيف سولو سيكوا. This is what you do. This is the respect you show me. And no, Solo. ويا جدعان والله بجد، بعيدا عن ان انت بتحبه ولا لأ، فالراجل ده من اكتر المصارعين اللي كانوا مؤثرين في سنة 2024. كفاية بس انه كان له دور مهم في قصة البلاد لاين، I acknowledge you. يعني دي لوحدها اصلا حاجة جامدة. وكمان لو تلاحظ سولو اتطور فشخ عن زمان، يعني في الفترة الأخيرة دي عمل شوية ماتشات حلوة زي ماتشه ضد كودي رودز في القفص. وكمان سولو اتطور جامد على المايك. يا جدعان سولو ده كان أخرس أصلا، ما كانش بيقول كلمتين على بعض حرفيا، حتى الروك اتريق عليه قبل كده في بروم. I know the thought of Solo singing the national anthem is very funny. فيا جدعان انشروا هاشتاج سولو حلو وجميل. فيعني بصراحة شايف إن سولو يستحق إنه يكون من أحسن المصارعين في 2024. في المركز الرابع الأوريجينال ترايبال تشيف رومان رينز. Acknowledge me. وعارفك يا اللي هتقولي ازاي رومان رينز في المركز الرابع. عايزك بس تكون عارف ان رومان رينز كان غايب طول السنة. رومان غاب في الفترة اللي بين راسلمانيا 40 وسمر سلام، اللي هو حوالي 3-4 شهور مثلا. فيعني صباح الفل، كويس اصلا ان هو معانا في القايمة دي. وكمان عايز اقولك حاجة، رومان رينز ما لعبش في 2024 غير 6 ماتشات، اللي هو اصلا انت متخيل ان واجهة الاتحاد ما لعبش غير 6 ماتشات في السنة. فيعني صدق اللي قال ان هو اتحاد استراحة. بس عشان نقول كلمة حق، الفلوس اللي رومان بيدخلها للشركة وهو بارت تايمر أكتر من الفلوس اللي بيدخلها المصارعين الفول تايم. في المركز الثالث بطل العالم الرينج جنرال جونتر. المصارع المتكامل في كل حاجة، مصارع بيعرف يمسك مايك، واحد من أحسن المؤديين على الحلبة في WWE، مصارع بيعرف يأدي في الشخصية ليه، وأعتقد لو اتحول لفيس برضه هيبقى جامد. جونتر بدأ 2024 وهو أطول بطل قارات في تاريخ الاتحاد، ولكن سامي زين بينهي فترته بلقب القارات في راس المانيا 40 زي ما عمل مع الوسوس في مانيا 39. المهم بعدها جونتر بيشارك في الكينج اوف ذا رينج وبيكسبها عشان ياخد فرصة على لقب العالم اللي مع داميان بريست في سمر سلام، وطبعا بيكسب وبيبقى بطل عالم بعد تدخل من فين بالو. وجونتر دلوقتي لسه مكمل باللقب، وانا شايف انه لسه قدامه كتير على ما يخسره. فقول لي بقى في الكومنتات ايه رايك في فترته بلقب العالم، وهل عايزه يكمل باللقب ولا لا. في المركز الثاني الامريكان نايت مير كودي رودز. AJ, look at me. Ashley, look at me. او كما يطلق عليه البعض الحراق نايت مير كودي رودز. وبعيدا بس عن السيناريوهات العبيطة اللي تريبل اتش بيكتبها له، فكودي في 2024 عمل اللي عليه ويمكن زيادة. كفاية ان الراجل حقق حلمه اللي فضل يعافر عشان يحققه من 2016. وكمان يا جدعان كودي رودز مجتهد بجد، وتحس انه فعلا بيحب المصارعة. اللي هو كودي بيشارك في كل العروض الشهرية، وبيشارك في كل العروض الأسبوعية، لا ده كمان ساعات بيشارك في العروض المحلية. يعني شوف الفرق بينه وبين رومان رينز كده، اللي هو رومان لما كان بطل ولسه لغاية دلوقتي بيشارك في العروض الأسبوعية بالعافية. فيعني من غير هري كتير، كودي رودز يستحق انه يكون في المركز ده، ويا ريت بقى يتحول لإيه عشان الواحد قرب يزهق بجد. في المركز الأول واللي انتوا أكيد عرفتوه، المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. See Big E. I'm Big D. That is you. You are Remember our failed tag team, Big ED? You stop it. You stop it right now. ويا جدعان والله مش ببالغ، درو هو دلوقتي أحسن مصارع في الاتحاد، ومش في 2024 بس،
مصارع فول باكج حرفيا. لو عايز كاريزما، موجود لو عايز اداء على المايك، موجود لو عايز اداء على الحلبة، موجود لو عايز مصارع. موجود. في الحقيقة السبب الرئيسي اللي خلاني احط درو في المركز ده هي انه كان شايل افضل عداوة في 2024. عداوته مع الراجل المحترم ده حرفيا افضل عداوة لسنة 2024، واللي عايز يعاركني يعاركني. العداوة اللي حصل فيها برومات فشيخة، ستوري تيلينج عظيم، ماتشات اسطورية. اللي هو اصلا احسن ماتش في 2024 كان بتاع بانكو ودرو في عرض باد بلاد. فيعني بصراحة شايف ان كل الجمدان اللي قدمه درو في 2024 يخليه يستحق انه يكون احسن مصارع في السنة. وبس كده يا ريس، قولي بقى في الكومنتات هل تتفق معايا في القائمة دي ولا لأ، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان عايز اوصل 1000 مشترك قريب. وبرضه قولي في الكومنتات عايز الفيديو الجاي عن ايه. وبس كده. Someone recently called me the chosen one. I was the chosen one 15 years ago. Then I got fired. Then I had to work my ass off, earn my way back to this company. And I've worked my ass off every day since. I'm a two-time champion. I beat Brock Lesnar, Goldberg, Randy Orton, everyone that stood in my path.